my favorite station. Whenever I'm in the car, my car automatically plays 99.7. Don't like nobody but you. 99.7 now. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من حلقات انجي كويزين. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا الحريرة المغربية مشهورة اللي الكل كيعرفها والكل كيحبها، مرفوقة ببريوات غادي نوجدهم لكم من بعد، نعطيكم المقادير ديالهم اللي ساهلين وبساط وكيجيو رائعين في المنظر وفي المذاق. نبداو على بركه الله مع الوصفه الاولى. بالنسبه للحريره كنحتاجوا ربيع كما كتلاحظوا معايا. عندي هنايا الكرافس، عندي هنايا ربطه ديال المعدنوس، ربطه ديال القزبور. بالنسبه للكرافس انا قلعت الورق ودوك العويدات كنقردهم بحال هكا، كنخليهم غير كمقردين، كيعطيو واحد المذاق عجيب للحريره. عندي هنايا نص بصله صغيره، وعندي حبه ديال المطيشه، عندي هنايا الحمص مرطب من البارح، عندي 8 معلقه كبيره ديال العدس. هنايا عندنا النشا اللي غنحتاجو من بعد في التدوار ديال الحريره، انا كندورها بالنشا عوض الدقيق، كندير النشا. عندي هنايا الشعريه ومحمصه مخلطين، عندي هنايا مطيشه ديال الحك. بالنسبه للتوابل كنحتاجو شويه ديال راس الحانوت، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال العطريه ديال الحريره، شويه سكينجبير، شويه ديال البزار كحل، الملح بطبيعه الحال، وشويه ديال الزيت. انا اليوم قررت انني ندير الحريره بلا تقاطع، غنديرها غير بالخضار. بالنسبه اللي بغى يضيف اللحم دجاج او اي حاجه ممكن، انا بغيت نديرها غير بالفيجيز. نبداو على بركه الله. بسم الله. بالنسبه للطريقه ديالي انا في الحريره كنطحن المكونات في البلاندر، كندير كلشي في مولينكس وكنطحن باش كتعطيني ديك الحريره كتجي ملبيه كما كنقولوا، ما كتجيش ميها. وكنطحن المكونات كامله. ناخذ الربيع ديالنا بعدا، نتمنى تكون الرؤيه واضحه بالنسبه لكم. نديرو قزبور، معدنوس، بصله، مطيشه، نقردهم غير بحال هكا، كنطحنهم في مولينكس مزيان. مع واحد شويه ديال الماء. غادي نطحن هاد المكونات هادي ونتلاقاو من بعد.
بعد ما طحنا المكونات ديالنا، ها نتوما كتلاحظوا معايا كيفاش كيوليو بحال هكا. الان غادي نخويوهم في الطنجره وغادي نضيفوا القدر ديال الماء اللي غادي نحتاجو ونضيفوا باقي المكونات. اعزائي المشاهدين، هنايا من بعد ما ضفنا الماء على الخليط اللي صغبنا، كنضيف العدس بعد ما نقيناه ووصلنا بطبيعه الحال. تنضيف الحمص اللي طبت ليله من قبل، كنضيفوا العطريه، غنديروا نص معلقه ديال السكينجبير، تنديروا راس معلقه ديال راس الحانوت، كندير نص معلقه مع مراش ديال الخرقوم بلدي، وكندير نص معلقه ديال القوام ديال الحريره، كنديروا الملح بحسب الذوق، وكنديروا شويه ديال البزار الكحل، وكندير شويه ديال الزيت، 8 معالق ديال الزيت. غادي نديروا الحريره ديالنا طيب حتى يطيب الحمص والعدس كما كنعرفوا كاملين. من بعد غادي نضيفوا مطيشه ديال الحك، وغادي نضيفوا الشعريه والمحمصه مخلوطين مع بعضياتهم، كنتسناو عليهم حتى يطيبوا، وكنخلطوا النشا اللي عندنا مع شويه ديال الماء، وكنضيفوها للحريره، وكنضلوا نحركوها كما كنعرفوا حتى كتوجد. هاد المراحل باردون نسيت لكم، نسيت ما ضفتش هادو ديال الكرافس اللي قلت لكم كنصغبهم عويدات الكرافس مقربين، حتى هما نسيت نفستهمش. كنتسناو على الحريره ديالنا حتى كتوجد، وكنكملوا بالطحين ديال النشا، كنحركوها حتى كطيب ونطلقوها من بعد. اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا من جديد. بالنسبه للبريوات اللي قلت لكم غادي نوجدوها ان شاء الله، كنحتاجوا في المكونات عندنا كميه اللي نتوما باغيين ديال الكفته تكون مطحونه غليظه ما تكونش رقيقه، وفيها نسبه ديال الدهون، لان من بعد هذاك الدهون من بعد ما كطيب كنصفيها، وهي باش كندهن البريوات ديالي باش كندخلهم للفران. هذا سر من اسرار هاد الوصفه هذه اللي حبيت نشاركو معكم. دونك ماشي مشكل تكون فيها الشحمه وداكشي، لحقاش داك الزيت غادي نحتاجوها للدهين ديال البريوات. كنحتاجو هنايا شويه ديال الشعريه الصينيه، كنديروها في الماء سخون، كنقطعوها رقيقه. عندنا هنايا بصله مشلوضه، عندنا هنايا شويه ديال وريقات ديال زعتره طريه، عندنا هنايا شويه ديال المعدنوس. بالنسبه للتوابل عندنا الملح، شويه د البزار، الكمون،
شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال التحميره. هادو هما وبطبيعه الحال الورقه ديال البسطيله اللي غادي نصاوبوا بها البريوات. اول حاجه غنديرو كنشحروا البصله ديالنا في مقله عاديه مع الكفته، كنخليوهم حتى كيطيبوا. كنضيفوا التوابل من بعد، شويه شويه من الحاجه على حسب العين القياس. من بعد ما كيطيب كنصفيو هذاك الزيت اللي قلت لكم من اولا اي دهون زائده من الحشوه ديالنا. من بعد كنضيفوا الشعريه الصينيه وغادي نكملوا خطوات من بعد. اول حاجه غنديروا دابا هو اننا غادي نشحروا الكفته مع البصله. كناخذوا مقله عاديه كنديروا فيها كميه ديال الكفته ديالنا اللي عندنا، كنضيفوا لها البصله. ما كنديروا لا زيت لا والو كما كتلاحظوا. غادي نديروا هاد جوج ديال العناصر فوق البوطه يطيبوا حتى يطيبوا يطلقوا الماء ويطيبوا. عاد غادي نضيفوا العطريه من بعد. اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا من جديد. الان من بعد ما الحشوه ديالنا طابت بحال هكا، خليناها في الاول كما قلت لكم درت الكفته والبصله تتشحروا مزيان وضفت ليهم العطريه ديالنا كامله، خليناها حتى طابت. هنا كما كتلاحظوا معايا صفيت هذاك الليدام اللي قلت لكم زايد، حيت غنستعملوا من بعد في كندهن بهم البريوات باش كندخلهم للفران. الان كنضيفوا الشعريه ديالنا اللي دوزنا في الماء سخون وقطعناها. نخلطوها مع الحشوه. كنضيف المعدنوس معدنوس مقرض باردون، وكنضيف الوريقات ديال الزعتر هكا، ما تحتاجوا لا نقرضوهم لا والو. الكل كيعرف ان الزعتره كتماشى بواحد الطريقه هائله مع الكفته مع العمارات بصفه عامه. كنخلطوا المكونات مزيان كما كتلاحظوا معايا تيتجانسوا مع بعضياتهم، والشعريه تاخذ النكهه ديال الكفته. نتمنى تكون الرؤيه واضحه بالنسبه لكم. بعد ما خلطنا هاد المكونات كامله غنمروا الان للحشو ديال البريوات ديالنا. بالنسبه لهنايا انا العجينه كنقطعها بحال السينتات، الحجم اللي نتوما باغيين، بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار. انا كنفضلهم يكونوا شويه بين وبين يعني الوسط. هنايا هذه غنحتاجوها من بعد منين نبغيو ندخلو الفران. العجين ديالنا كما كتشوفوا معايا كنقطعها على شكل طولي. حنا عندنا هنايا هاد العجين رقيق، دونك ممكن ديري جوج وريقات كما يمكن لك الا كانت ورقه بليضه ولا شي حاجه ماشي مشكل. هذه حتى قطعات. هنايا عندنا ورقه رقيقه، نديرو جوج باش يلاه يجيونا مزيانين. ناخذ معلقه ناخذ منها الحشوه القياس اللي نتوما باغيين بطبيعه الحال. وكنلويو
البريوات ديالنا كما الكل كيعرف. يمكن لك ديريهم بريوات، يمكن لك ديريهم سيجار، يمكن لك، وكنسدوهم بهذيك الليدام اللي عندنا هنايا. نعاود لكم واحده اخرى باش تتبعوا معايا. لكم انا هاد الورقه رقيقه بزاف وملي كتجي زوينه وهشيشه. غادي نكملوا الكميه ديال البريوات اللي عندنا بهذه الطريقه هذه. كنكملوا الكميه اللي عندنا ديال البريوات بهذه الطريقه هذه. من بعد فاش كنبغيو ندخلوهم الفران كناخذوا هاد الزيت وكندهنوهم بها بحال هكا، كتعطيهم طعم واللون، و يعني ديجا منسمه بالزيت بالمذاق ديال الكفته والعطريه وداكشي. كندهنوهم مزيان بحال هكا بشي شيته ولا باليد ولا باي حاجه. كنستفوهم في لاطا ديال الفران، وكندخلوهم الفور سخون حتى كيتحمروا لينا مزيان، ونطلقوا من بعد باش نوريكم الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا. اعزائي المشاهدين، هنايا كما كتلاحظوا معنا من بعد ما عمرنا البريوات ديالنا بالحشوه كما وريتكم، دهنتهم بهذيك الزيت اللي صفيت من الكفته مشرمله. غندخلوهم للفران حتى يتحمروا، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم من بعد. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم، مرحبا بكم معايا باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الاطباق ديالنا ديال اليوم. كما حضرتوا معايا وجدت حريره، هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها، كتجي خاتره وعاقده ومتجانسه بحكم اننا طحنا دوك المكونات ديالها في مولينكس. هانتوما كتشوفوا معايا الشكل ديالها كي داير. كما وجدنا البريوات معمرين بالكفته والشعريه الصينيه. تبعتوا معايا الطريقه، كانت سهله وبسيطه. دهناهم كما وريتكم بهذيك الادام، دخلتهم للفران تتحمروا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. زينتهم انا هنايا بوريضات ديال الخيار، نتوما عندكم الحريه ديال اختيار في التزيين. هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش كيجيو الشكل ديالهم، سمعتوا معايا كيجيو مقرمشين ومن الداخل هانتوما كتشوفوا الحشوه.
كيجي المذاق رائع والشكل ديالهم زوين ومقرمشين بداك ومنسمين بهذيك الليدام اللي دهناهم. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تبخلوش عليا لايك سبسكرايب و كومونتير، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.